عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بنك الحظ. هجرة العقول البشرية مصطلح استخدمه البريطانيين لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، وكانوا يقصدوا بيه موجة الهجرة لأمريكا وكندا. النهاردة كلمة الهجرة مرتبطة في دماغنا بالهجرة غير النظامية، الشباب اللي بيركبوا البحر علشان يسافروا أوروبا يشتغلوا هناك أي حاجة. وما خطرش في بالنا إن في يوم من الأيام هنسمع في مصر عن هجرة الأطباء والمهندسين والمدرسين والرياضيين والمبرمجين والعلماء. تقريبا كل فئات المجتمع، اي حد متفوق في مجاله بيفكر مليون مره في الهجره والحصول على جنسيه اجنبيه. كل ده بيخلينا نفكر ازاي مصر اتحولت لبيئه طارده للعقول والكفاءات. ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. انا عبد الرحمن سعد، وده بنك الحظ. في مارس 2024 وقعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة في السعودية لإعارة عدد من الأطباء المصريين، وتحديداً اللي شغالين في تخصصات نادرة. طبعاً القرار ده كان غريب جداً، لأنه بيجي في وقت بتعاني فيه مصر من أزمة نقص الكوادر الطبية. أزمة القطاع الطبي مش بس في نقص الدكاترة، وإن كانت طبعاً دي مشكلة كبيرة، لكن الأزمة الأكبر في النقص الحاد لتخصصات بعينها زي الرعاية المركزة والطوارئ والتخدير. التخصصات دي بتشهد عزوف من الأطباء، وأصحابها بيكونوا أول ناس بتدور على فرصة للسفر، لأنهم مش بيقدروا يفتحوا عيادات خاصة ومرتباتهم الحكومية ضعيفة جدا. ده غير إنهم أكتر التخصصات اللي بتعاني من غياب قانون المسؤولية الطبية، وده قانون بيحدد مسؤولية الطبيب في حالات وفاة المرضى، واللي المفروض يميز بوضوح بين الإهمال الطبي والوفاة نتيجة المضاعفات المحتملة. كمان في محافظات صعب جدا تلاقي فيها دكاترة أورام أو مخ وأعصاب، وممكن تلاقي محافظة كاملة زي الوادي الجديد ومطروح المستشفى العام فيها 10 دكاترة بس. طيب هي الأزمة فين؟ يعني البلد اللي أنشأت أول مدرسة طب في أفريقيا والشرق الأوسط ما عندهاش القدرة لعلاج مشاكل القطاع الصحي؟ خليني أقول لك إن الحلول مفيش أسهل منها، لكن الفكرة في الإرادة السياسية. مصر مش بتنفق على القطاع الصحي بشكل كافي. ميزانية الصحة اللي بيتم إنفاقها سنويا أقل من نص الاستحقاق الدستوري، وفي الأغلب بتتصرف على تجميل وطلاء المنشآت في الوقت اللي بتعاني فيه المستشفيات من عجز شديد في الأطباء والأدوية. النظام ما عندوش مشكلة يبيع أي حاجة، حتى عقول المصريين، وده ظهر في كلام السيسي لما قال إن الدول الأجنبية لازم تدفع مقابل الاستفادة من عقول المصريين اللي بتخترع وتبتكر في المؤسسات والجامعات. اعتراف واضح وصريح بأن مصر طاردة للعلماء، وبدل ما يكون الكلام عن إزاي نوفر بيئة مناسبة للاستفادة منهم، لأ، إزاي نطلع منهم بأي مصلحة. ما تيجوا نتكلم معاهم ونقول لهم لما يكون عندنا عقل متميز هنبعته لكم وينجح في بحث علم ما تدونا نسبة من عقله، ده ابننا وعلمناه عندنا وأتحناه لكم. طب ادونا ادونا يعني خلوا المنتج اللي هيطلعه لو كان بيطلع حاجة للطب تبقى تكلفتها علينا محل نظر. في مارس 2019 صدرت دراسة مشتركة لوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، كانت بتتكلم عن احتياج مصر للأطباء البشريين. وكشفت الدراسة إن أعداد الأطباء المرخص ليهم بمزاولة المهنة تقدر ب 213 ألف طبيب. بيشتغل منهم في مصر كام بقى؟ 82 ألف طبيب بس، يعني حوالي 38%، بمعدل أقل من 9 أطباء لكل 10,000 مواطن. الدراسة أوصت الحكومة بتبني خطة لتقليل هجرة الأطباء من خلال رفع مستوى التدريب وتأمين بيئة عمل مناسبة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطباء. وكانت بتستهدف خلال الفترة من 2020 ل 2025 عودة 60 ألف طبيب للعمل في القطاع الحكومي. لكن ولغاية النهاردة لسه بيهاجر الأطباء بشكل مرعب. مقابل العجز الكبير ده، الحكومة مستمرة في تقليص أعداد المقبولين في كليات الطب الحكومية لصالح كليات الطب في الجامعات الخاصة أو الأهلية، واللي بيتجاوز مصاريفها إمكانيات معظم المصريين. لو اتفرجتوا على مسلسل بالطو هتعرفوا مشكلة تانية بتقابل أطباء حديث التخرج، وهي إن الطالب اللي بيتخرج من كلية الطب بيتم تعيينه في المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية في القرى والنجوع، من الدار للنار زي ما بيقولوا. في يوم وليلة بيبقى مسؤول عن مركز أو وحدة صحية بدون أي تدريب مسبق وبرواتب زهيدة جدا. وبكده تكون معادلة الطب في مصر أعداد دكاترة قليلين زائد أعداد كتير للمرضى زائد إمكانيات ضعيفة يساوي كارثة بكل المقاييس. سنة 2021 أقرت وزيرة الصحة وقتها هالة زايد بوجود أزمة في عدد الأطباء، وقالت في تصريحات تلفزيونية إن أكثر من 65% منهم بيشتغلوا بره مصر.
الغريب في كلامها انها قالت ان الحكومه عارفه المشكله فين وعارفه كمان ايه حلها، لكنها بدل ما تعالج الموضوع من جذوره بتغض الطرف عن كل الدعوات اللي بتطالبها بوضع الصحه والتعليم على راس اولوياتها باعتبارها القاعده الاولى لبناء الدوله الحديثه. نقابه الاطباء حذرت من ارتفاع معدلات استقاله الاطباء اللي وصلت لاكثر من 11,000 استقاله خلال الفتره من 2019 لغايه 2022، وقالت ان بعد 3 سنين من صدور دراسه احتياجات مصر من الاطباء الحكومه نفذت بعض التوصيات زي انشاء كليات طب جديده، لكن الارقام بتؤكد على استمرار الازمه. مش بس استمرارها، دي معدلات الهجره بقت بتزيد بشكل متصاعد. في 2022 كشف تقرير للقوى العامله في بريطانيا خاص بحاله التعليم والممارسه الطبيه عن ارتفاع نسبه الاطباء المصريين المهاجرين الى بريطانيا بنسبه كام بقى؟ ركز في الرقم، 202% في الفترة من 2017 ل 2021. واشنطن بوست نشر التقرير بعنوان الأطباء الشباب يهاجرون من مصر بحثا عن وظائف أفضل بالخارج، وعرض التجارب لعدد من الأطباء المصريين. واحد منهم قال إنه ما فكرش مرتين لما جاله عرض عمل في بريطانيا، لأن المرتب كان أكتر 40 مرة من اللي كان بيقبضه في مصر. المشاكل اللي أدت لتزايد هجرة الأطباء معروفة، وحلولها كمان معروفة: النظر في أجور الأطباء، توفير بيئة عمل آمنة ليهم، تطوير المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الصحية. أكيد الحل مش بس في زيادة كليات الطب، لأن مهما زاد عدد الخريجين فهم هيلحقوا باللي سبقوهم بره البلد طالما نفس المشاكل موجودة. السيسي نفسه حط إيده على المشكلة لما قال إن الدكاترة بيهاجروا بره مصر علشان يلاقوا فرصة عمل في دولة تانية لأنه عايز يعيش، خاصة وإن الرواتب اللي بيحصلوا عليها ضعيفة جدا في ظل عدم قدرة الدولة على توفير رواتب تضمن ليهم حياة كريمة. الأطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصة عمل في حتة تانية عشان عايز يعيش. مش هو عايز يعيش؟ هو أنا بديله مرتب كويس؟ طب هو السؤال، هو أنا مش عايز أديله مرتب كويس ولا مش قادر أديله مرتب كويس؟ دكتور مش قادر يفهم. مش قادر. بحسب تقرير لنقابة الأطباء متوسط راتب الطبيب في مصر حوالي 3700 جنيه، متوسط معاش الدكتور بعد 35 سنة شغل في الحكومة حوالي 2300 جنيه، في حين ان متوسط الرواتب في الصومال مثلا بيتراوح ما بين 2000 و 3000 دولار. مشاكل الاطباء مش بس متعلقه بالرواتب، عندهم مشاكل كمان تخص عدم توافر بيئه مناسبه للعمل. في 2022 بس توفى اكتر من 150 طبيب بسبب اجهاد العمل، وده لانهم بيضطروا يشتغلوا شيفتات طويله جدا لتغطيه العجز، بتوصل احيانا 24 و48 و72 ساعه متواصله. ايهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء قال إن حالات الوفيات المتكررة عند الأطباء أثناء أو بعد فترات العمل الطويلة المرهقة بقت ظاهرة تستحق الدراسة، وقال لحد ما نلاقي حل لازم يكون في حد أقصى آدمي لعدد ساعات العمل المتواصلة. أحد المشكلات اللي بتواجههم كمان زي ما قلنا هو غياب قانون المسؤولية الطبية، رغم أن نقابة الأطباء قدمت أكتر من اقتراح قانون للبرلمان على مدار 10 سنين. المشكلات دي رغم أن بقالها سنين لكن الدولة مفكرتش تعالجها أو بتحاول تدي أي مسكنات عشان الدنيا تمشي، مشي الدنيا يعني. إنما المشكلة بتفضل موجودة. عندك مثلا سنة 2023 قرر وزير الصحة تشكيل لجنة لدراسة مشاكل الأطباء، لكن لحد يومنا هذا اللجنة محلك سر، مفيش أي إنجاز على أرض الواقع، بالعكس تم تهميش نقابة الأطباء وكأن الوزارة بتتعامل معاها على إنها منافس وخصم، مش مؤسسة يفترض إنها بتعبر عن الدكاترة. الحكومة فشلت في التعامل مع مشاكل الأطباء، وبدل ما تقدم لهم الدعم المادي أو المعنوي استخدمت معاهم الحلول الأمنية. لك أن تتخيل أن عدد من الأطباء عملوا هاشتاج على السوشيال ميديا للرد على رئيس الحكومة اللي اتهم الدكاترة بالتقصير وقت أزمة كورونا. لا عطلوا طريق ولا سببوا أي مشكلة، بيعبروا بس عن رأيهم بطريقة سلمية، فتم اعتقال عدد منهم وتوجهت ليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. يعني بدل ما نحقق في الموضوع ونشوف أصل المشكلة فين وإيه الحلول الممكنة، بيختار النظام دايما التعامل بالعنف. الاعتراف بالأزمة أول خطوة في علاجها، وبلاش فكرة إننا كدولة بنعمل أفضل ما يمكن وليس في الإمكان أفضل مما كان، لأن خلاص بقى كلام محفوظ. نفس اللي بيحصل مع الأطباء بيتكرر زي ما هو مع الصيادلة اللي بيسافروا بسبب البطالة مع زيادة أعداد الجامعات الخاصة وخريجيها بعشرات الآلاف سنويا، وقانون مزاولة المهنة اللي بيعرضهم لعقوبات بتوصل للحبس بسبب مشاكل خارجة عن إرادتهم. ده غير ارتفاع تكاليف إنشاء الصيدليات وتدني مستوى الرواتب، تقريبا هي نفس الأسباب اللي دفعت عشرات الآلاف من الأطباء للسفر.
لو بصينا على قطاعات تانية زي الهندسة هنلاقي الموضوع ما اختلفش كتير. نقابة المهندسين سبق وأعلنت إن أكتر من 20% من أعضائها بيشتغلوا بره مصر. السعودية لوحدها فيها أكتر من 70,000 مهندس، والإمارات فيها 35,000 مهندس. نقيب المهندسين طارق النبراوي قال إن الموضوع مع الوقت هيتحول لظاهرة. قطاع الهندسة بيعاني كمان من الفساد والمحسوبية والتضييق الأمني والقانوني لأي شخص بيحاول يفتح بيزنس خاص بيه، زي ما حصل لمهندس البرمجيات محمد مختار، وده اسمه مستعار. نشر قصته موقع رصيف 22 إنه بعد التخرج حب يفتح شركة خاصة في مجال البرمجة، لكنه واجه صعوبة في تخليص الورق وفوجئ بشركة عسكرية بتطلب منه مشاركته في الربح، حاجة كده أشبه بالإتاوة. وبسبب رفضه للعرض ما قدرش يخلص إجراءات تسجيل الشركة، فقرر يهاجر لهولندا بلا عودة. بالمناسبة القصة دي مش حالة فردية، في عشرات القصص المشابهة اللي بيضطر أصحابها في النهاية للهجرة والهروب من شبح التضييق والإتاوات. حتى مجال البرمجة بيشهد هروب العقول المصرية، وده اللي أكدته دراسة لموقع لينكد إن بالتعاون مع البنك الدولي، واللي جت في مصر على رأس قائمة الدول الأكثر طردا للعقول المبدعة في مجال تكنولوجيا المعلومات. حتى الرياضة اللي هي المتنفس الوحيد للمصريين ما سلمتش هي كمان من هجرة الكفاءات. في يونيو 2022 فوجئ المصريين بخبر حصول لاعب الاسكواش محمد الشربجي على الجنسية البريطانية، وقراره تمثيل المنتخب الإنجليزي بدلا من المصري. وقتها صرح رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بأن مصر عندها كفاءات تانية ومش هتقف على لاعب، وقال ان من ضمن الكفاءات دي مروان الشربجي شقيق محمد، علشان بعدها بفترة بسيطة يعلن مروان المصنف السادس عالميا حصوله على الجنسية البريطانية هو كمان. وده بيخلينا نسأل ليه الرياضيين بيهربوا من مصر؟ من خلال متابعة تصريحات لاعبي الرياضات الفردية اللي قرروا الحصول على جنسيات دول تانية، هنلاقي ان السبب الأبرز هو ضعف الرواتب اللي بتتراوح بين 2000 و 3000 جنيه، وده اللي بيضطرهم للبحث عن عمل تاني بجانب الرياضة علشان يقدر يصرف على نفسه. سبب تاني هو تجاهل الاتحادات الرياضية للاعبين لما بيتعرضوا للإصابة، ده غير الواسطة والمحسوبية اللي دفعت رياضي زي سامح الدهان لأنه يمثل بريطانيا بعد ما تم استبعاده من تمثيل مصر في الأولمبياد لصالح حفيد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. أمثلة الشربجي والدهان موجودة بشكل متكرر للأسف في الرياضات الفردية زي رفع الأثقال والمصارعة، والوزارة ما عندهاش أي حلول. هتلاقي دايما الرد عندنا غيرهم كتير. طب ما ندور على الحل بدل ما دايما بنلجأ لنغمة التخوين. في دراسة أجراها الباحث حسام الدسوقي عن أسباب هجرة العقول المصرية، ظهر إن أهم الأسباب الطاردة للكفاءات ضعف العائد المادي، وضعف الاهتمام بالبحث العلمي، وانتهاك الحريات الأكاديمية، وضعف تقدير النظام السياسي للعقول المتميزة، ده غير انتشار البيروقراطية والروتين. عشان يفضل السؤال المطروح، إيه الحل؟ المفروض مصر تعمل إيه للحد من ظاهرة هجرة الكوادر؟ في عوامل مشتركة بين كل الفئات اللي هجرت، زي مثلا ضرورة تحسين بيئة العمل بما فيها الأجور طبعا، بالإضافة لتطوير العملية التعليمية وربط الدراسة بسوق العمل. والمفروض يكون في كمان برامج لجذب الكفاءات مع توفير ميزانيات كافية لإجراء البحوث العلمية، والأهم من كده رفع ميزانية الصحة والتعليم. بس كده، أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة، وتستنوني كل يوم 4 الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة في بنك الحظ. سلام.